معروفة بين عباد الجوهرة والعود، بسمة معزوفة والجماهير ملايين طوابير، دفعين كتير وطبعا حق التذاكر على تطوير العود مصروفة. ناس مصفوفة على المدرجات من كل الجاليات، صغار كبار شباب بنات رجال شياب وعائلات. الفرقة الموسيقية كانت كتير غريبة، رغم انها حفلة كبيرة الفرقة ساكتة وكئيبة. غريب ما حد اعترض مع انهم دافعين فلوس لعرض، لكن العرض ما انعرض، كأنه الناس صابها شلل سكوت كالمرض. ما حد حاول يعرف من السكوت ايش كان الغرض. الجرأة وقتها حسيت انها انقرضت، السكوت زاد والقناعة حسيتها انفرضت. ما حد بيغني بس ارجوكم خلوني على الكرسي، قاعد وساكت اصلا صوت عبادي مش بنفسي. كانوا خايفين من الصوت، حتى موسيقى الفرقة كانوا بفضلوا عليها الموت. عم السكوت نفسي اعرف ايش هالغرابة، جمهور كامل منزعج من العود والربابة. حفلة مش زي الحفلات، هاي حفلة بتختلف، كل ما يحكي الجمهور الفرقة بتبدأ عزف ويعلى صوت عبادي. مع الفرقة نوتة نوتة، بحس ما بين عبادي والفرقة شبه حدوتة، بس الحدوتة ما لها دخل بالوسط الفني، حدوتة بتخص جمهور انعجب في المغني. ما حد فاهم كلامي صح، مستغربين طبيعي لو عبادي غنى يحضر ملايين. الكل بتسائل في الأغنية ايش المقصود، هالأغنية كلها تشبيهات لواقع موجود. شبهت أمريكا في عبادي وشبهت سلاحها في العود، والجمهور عرب والفرقة الموسيقية بني يهود. ليش العرب نايمين في غفلة، قتلتوا بنت في عز شبابها مستنية منكم قبلة. إلى كل عربي نفسه انه فلسطين تتحرر، بتقدر بدون تفكير تقولي وين القبلة. بدك الجنة بس بدكاش تموت، بدك تحرر دولة محتلة بمجرد صوت. ما راح تحس بغيرك، ما تحكي انك مش اناني، ما انت بدك عدل في بلدك وجارك عايش مكبوت. بعطيك مثال عن الاشياء اللي صايرة، ايش بدك بالفلوس ما هي قبلنا غيرة. لو بتخاف على القضية قد خوفك على الفلوس، راح تلاقي فلوسك جوا جيبك والعظمى حايرة. بس بطل فيها مخ، ما هو المخ ما كان في راسك، مخك مركب بطريقة نستك مقاسك. بدهم مني ذهب احمر ومنك ذهب اسود، اخذوا الاحمر مني فبالاسود تماسك.